مباراة سهلة للأهلي وأصبحت صعبة بعد التغييرات. هذا العنوان الرئيسي. ليه سهلة؟ ليه سهلة؟ ليه سهلة؟ أول شيء التنظيم الدفاعي، وجود إيبانيز وريان حامد مجرشي وزكريا وأمامهم فالنتين وزياد الجهني. ما تقدر توصل لمارسيلو، ولا يقدر مارسيلو أنه هو يتجرأ وسط هذا التنظيم اللي كان موجود. فكان شكل الأهلي مميز جدا. الأفكار الهجومية ليه سهلة؟ الأفكار الهجومية مجرشي ورياض، ورجع للجول الأول وشوف الإحراج اللي سووه علي مجرشي. نرجع لعماد. الجول الأول يحسب له هو، لا تحسب فقط لرياض، رياض متعودين منه، لكن يحسب له هو أنه هو اللي راح يفتك الكرة. وزكريا وجالينو أحرجوا ريكلمي. فكان فيه أفكار هجومية في النادي الأهلي وكان فيه تنظيم دفاعي، فصارت سهلة 4-0. طيب كلهم خرجوا من الملعب، ما صار فيه شكل هجومي واضح للنادي الأهلي، عشان كذا صارت صعبة. حتى علي مجرشي خرجت من عندي رياض وانا مسوينا جبهه انا وياه ومسجلين الجول الاول بهذه الطريقه، ودائما نشوفهم يفتحون الملعب يسوون مشاكل يوصلون فراس او ايفان توني. فالتغييرات هي من جعلت المباراه صعبه على الاهلي، ولكن فريق يرفع الراس بعيدا عن نتيجه مباراه اليوم. لا، وشفنا زكريا الان كيف صار، شفنا شخصيه الفريق واسلوب اللعب. يعني اليوم لما تيجي تتفرج على الهدف الثاني بالذات، كيف مجرشي قطع الكرة في نص الملعب والارتداد السريع لمحرز. محرز فاهم وين حيروح فراس وتحرك فراس وسط 5 مدافعين، ولطشها فراس وسجل الهدف. اتعلم برضو ايضا من يمكن عدت اكثر من مره من التدوير. يمكن اول كان يحاول يكسب كل المباريات من غير تدوير. نعم. اللي شفناه اليوم يحسب لياس، لانه صار يدور في الفريق اليوم، دور عناصر كثير. في مجموعه تستحق المشاركه. نعم. وكنت يعني محمد عبد الرحمن من اللاعبين الجيدين الواعدين. صحيح. يحتاج فرصه. صحيح. فراس كذلك الواعدين. صحيح. يحتاج فرصه. صحيح. فراس كذلك لاعب مميز. وانا كنت اتمنى اليوم حتى رياض محرز يرتاح. ليه؟ لانه عارف لعب بطوله افريقيا ولعب المباريات كلها. كنت اتمنى انه اليوم يريح ويلعب ابو الشامات ياخذ فرصه اكبر. خاصه ابو الشامات يمكن الفتره الاخيره كان في عتب كبير من جمهور الاهلي عليه. ايش السبب؟ انه تكلم انه مستوى اقل. هذا طبيعي يا جماعه الخير، اللاعب صغير لازم يلعب اكثر عشان يكون عنده استمراريه في الاداء. فكنت اتمنى انه محرز يريح ويلعب صالح ابو الشامات. نعم. شفنا اليوم الدور الكبير اللي قام به. كان حقيقه قد المسؤوليه، استطاع تسجيل الهدف الاول. حتى في المباراه كانت له يعني بغض النظر انه كان لاعب مؤثر مع رياض محرز، مع اليوم جالينو لم يظهر بمستوى جيد، لكن المدرب بعد يعني 4 اعتقد انه من الافضل لك انك تريح بعض اللاعبين. شاهدنا في مباراه الشباب الدوريه بعد ما سجل الهدف الخامس ايضا قام بعمليه التغيير محرز وراحه بعض اللاعبين. لكن انا ارجع واقول لو انا اتكلم واشوف ماتي سياسله في تصريحه بعد المباراه عن مشاركه صالح ابو الشامات على سبيل صالح نزل وسجل هدف من بنالتي. لكن التصريح اللي قاله ياسر انه سالوا عن تواجد الاعلاميين، سالوا عن تواجد صالح ابو الشامات في المباريات القادمه. راس الملك وجبهه المنافسه على الدوري، وايضا في النخبه الاسيويه اللي هو حامل لقبها. الفريق الاهلاوي فريق مرعب، فريق جميل، فريق يقدم كرة ممتعة حتى وإن كان بفريق الصف الثاني. من سنين طويلة كنا نقول أو كانت تتردد مقولة إعلامية جماهيرية: الأهلي ليس صاحب النفس الطويل. لكن أنا في تقديري بعد النخبة الآسيوية وبعد السوبر وبعد هذا الفريق المكتمل الصفوف محليا وأجنبيا، أصبح الأهلي يثبت أنه صاحب نفس طويل وصاحب القدرة على المنافسة بقوة على كل البطولات. بقي أن نقول أنه الأهلي في العديد من المباريات الماضية كان يلعب الشوط الثاني لعبة المدربين اللي هي لعبة ياسلا، دائما ما يبحث عن نفسه ويقدم النتيجة الإيجابية في الشوط الثاني. لكن ما تغير الآن، شفنا الأهلي يفوز على الشباب بال5 مع الرأفة وبجمال، وكأنه وقلتها وأعيدها كان في نزهة في معقل اليوث في نادي الشباب. اليوم الأهلي أيضا يتقدم بالشوط الأول بال4، في إشارة واضحة إلى أن الأهلي فريق قادر على يعني المنافسة على والمقارعة على كل البطولات،
وأهني النادي الأهلي على هذا الفريق الجميل، هذا الفريق المكتمل، هذا الفريق اللي كل يوم يزداد حلا لأنه ذهب. طاري الأهلي يعني نفس الطويل، الأهلي ما شاء الله تبارك الله الآن يتنفس برئتين، يعني قاعد ينافس على كل البطولات. ترى جميل الشعور لما تكون أنت مشجع لنادي وتعرف أنه هذا النادي عنده القدرة على المنافسة على كل شيء. لا يمكن تحقق كل شيء، لا يمكن، لكن عندك فريق عنده القدرة أنه ينافس على كل شيء موجود في الساحة. في الأخير هو البطل واحد، يعني أنت ما حتاخذ كل شيء، لكن أنت كمشجع لما تروح للملعب اليوم المشجع الأهلاوي يعيش أجمل أيامه، أنه عنده فريق ينافس على كل البطولات وعلى كل الجبهات، وأداء فني رفيع، نتائج جميلة، شكل فني للفريق واضح، استقرار عناصري، وترى ما هو في أفضل حالات العناصرية، لكن طريقة المدرب وتشرب اللاعبين لها أصبح أي أحد ممكن يؤدي المهمة وينفذ اللي يبغاه المدرب. قول يا أبو حنيفة. صحيح كلامك. شوف، هي سلطنة صراحة كانت الشوط الأول، سلطنة أهلاوية على مستوى اللاعبين، على مستوى الجماهير، هي سلطنة الكبار. وشوط صدمة قوية رفيق برعاء، صدمة قوية رفيق برغالي يتعرض لانتكاسة جديدة مع فريقه هيلاس فيرونا بعد العودة من الإصابة التي جاءته في كأس أفريقيا الماضي 25 وعلى طريقة إسماعيل بن ناصر. تعرض مدافع منتخب الجزائر رفيق برغالي لانتكاسة قوية جدا بعد دقائق فقط من عودته للمشاركة في مباريات مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وبعد فترة غياب استمرت حوالي شهرين كاملين، وبطريقة ذكرت الجزائريين بمشاكل الثنائي إسماعيل بن ناصر ويوسف عطار مع الإصابات المزامنة، ما قد يشكل صدمة قوية لخيارات المدرب فلاديمير سبيكتيفيتش. اللاعب الشاب شارك مؤخرا مع الجزائر في كأس أفريقيا 2025 وقدم مستويات لافتة في البطولة جعلت الجماهير الجزائرية والمراقبين يرشحون لإنهاء مشكلة الظهير الأيمن في الخضر بسبب قلة الخيارات وكابوس الإصابات الذي لاحق يوسف عطار طول مسيرته. ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في لقاءات هيلاس فيرونا منذ فترة طويلة، تحديدا منذ شهر ديسمبر الأول الماضي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في كأس أفريقيا 2025 قبل أن يتعرض بعدها لإصابة في الكاحل أبعدته لفترة أطول عن المنافسة. وفي المجمل غاب بلغاريا عن آخر 9 مباريات مع هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس أفريقيا 2025 بالمغرب التي أقصي فيها من الدور ربع النهائي على يد المنتخب النيجيري. وتعرض رفيق بلغاري يوم الأحد إلى صدمة قوية في أول مباراة له مع هيلاس فيرونا منذ شهرين كاملين، حيث تعرض على ما يبدو لانتكاسة جديدة بعد 20 دقيقة فقط من مشاركته في مباراة فيرونا وبارما التي انتهت بخسارة فريقه 2-1 للحساب الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي، ما يثير الغموض أكثر فأكثر بخصوص الإصابة التي عانى منها في الكاحل منذ عدة أسابيع. وأظهر مقاطع فيديو التي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة انهيار اللاعب الجزائري لوحده على أرض الملعب في الدقيقة 20 من لقاء قبل أن يفحصه الجهاز الطبي لنادي هيلاس فيرونا ويقرر استبداله فورا، في موقف أثار قلق الجماهير الجزائرية وحتى المدرب فلاديمير سبيكتيفيتش قبل معسكر مارس المقبل. وتوقع موقع كلارس نيوز 24 أن تكون إصابة اللاعب الجزائري متعلقة بانتكاسة، حيث قال بتقريره يبدو أن سوء الحظ يلاحق اللاعب الجزائري. كان اللاعب الجزائري على وشك استعادة مكانته الأساسية بعد معاناة طويلة بدأت في 14 ديسمبر في مباراته ضد فيورنتينا، وتابع بعد تعافيه من الإصابة مزمنة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين كاملين. وجهت له الأقدار ضربة أخرى تشير طبيعة
إصابة إلى مشكلة عضلية أو انتكاسة. وأوضح قد تكون هذه الانتكاسة خطيرة جدا للاعب الشاب الذي كان يأمل في المساهمة في معركة تجنب الهبوط لفريقه هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي. في الأخير نتمنى الشفاء العاجل للظهير الأيسر للمنتخب الوطني الجزائري رفيق بالغالي، وإن شاء الله يعود إلينا قبل كأس العالم، يعود بقوة بإذن الله سوف يشارك. في الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو تنسوا تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أهم الفيديوهات. السلام عليكم.